مساء الخير يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. عدى أول يوم من شهر رمضان، وإن شاء الله بكرة هيبقى العالم الإسلامي كله صايمين في نفس اليوم، لأن في ناس قالت إن رمضان، أغلب الدول قالت إن رمضان يوم السبت، وفي بعض الدول قالت الحد. فبكرة هيبقى كل المسلمين صايمين يعني. فكل سنة وانتم طيبين. عايز أتكلم عن النادي الإسماعيلي. النادي الإسماعيلي، سمعت خبر من كذا يوم كده وأنا اتكلمت عليه إن المهندس أحمد عثمان بيفكر يرشح نفسه أو يمسك النادي في حالة تنحي المهندس نصر أبو الحسن. وفي خبر تاني شفته دلوقتي إن الكابتن علي غيط بينتقد الأوضاع السيئة في النادي الإسماعيلي وكده. دلوقتي لابد من محاسبة الشخص اللي رفض عرض شركة الحلول السعودية للاستثمار في النادي الإسماعيلي. طبعا هو المهندس نصر أبو الحسن، والمهندس أحمد عثمان اللي عايز يمسك الإسماعيلي. يعني المهندس نصر أبو الحسن راجل من أتباع عيلة عثمان، زي يحيى الكومي كده، ما هو راجل من أتباع عيلة عثمان. فأنا أعتقد اللي رفض العرض هي آل عثمان، هم اللي رفضوا العرض علشان يفضلوا مسيطرين على النادي. وبعدين المهندس أحمد عثمان مع احترامي ليه، هيعمل إيه ما عملوش المهندس إبراهيم عثمان؟ يعني كلهم نفس الطريقة يعني. المهندس أحمد عثمان والمهندس إبراهيم عثمان، وبعد كده يمسكها المهندس محمود عثمان، وبعد كده حسين عثمان وحسنين عثمان وعبد المجيد عثمان وعبد الحميد عثمان. كل واحد بقى ياخدها شوية، ياخدها لفة. فهو الفكر ده ما ينفعش. تاني حاجة، كابتن علي غيط اللي عايز بيتكلم يعني بيلمع نفسه تاني عشان يخش النادي. كابتن علي غيط لو دخل هيبقى واجهة لحسني عبد ربه. حسني عبد ربه هو اللي هيحكم النادي ساعتها في الدرة من وراء الكواليس. وفي ال وفي ال في ال واللي هيبقى ظاهر كابتن علي غيط. احنا عايزين نمشي بطريقة احترافية، ما نعتمدش على الافراد. دلوقتي اللي كان يصلح في انتخابات ابراهيم عثمان كان الدكتور هشام عناني، كان عايز يمشي بطريقة احترافية، سقط في الانتخابات. ايام نصر ابو الحسن كان مرشح نفس معاه المستشار سليمان ابو عريضة، وكان هيمشي بطريقة احترافية، سقط في الانتخابات. وتقريبا هشام عناني كان مرشح نفسه مع يحيى الكومي مش مع ابراهيم عثمان. فده سقط دكتور هشام عناني المحترم، وسقط المستشار سليمان ابو عريضة المحترم. طيب المفروض اللي يمسك اللجنة المؤقتة للنادي الاسماعيلي او اللي يمسك النادي اصلا شخص من ثلاثة: يا اما الدكتور هشام عناني، يا اما المستشار سليمان ابو عريضة، يا اما كابتن اسامة خليل. لو ما بقاش مدير رياضي يمسك النادي هو، يعني يا اما مدير رياضي يا اما يمسك النادي، هو قدير انه يمسك النادي. الاسماء القديمة دي خلاص عفى عليها الظهر، وعايزاه يعني نقفل صفحتها تماما. يعني انسف حمامك القديم، احنا عايزين نمشي بطريقة احترافية. وعمالين يلفوا ويدوروا. آه نجدد كابتن عماد سليمان، ما نجددلوش، فاضل له ماتش ماتشين. طب ما كابتن حمزة الجمل موجود وماشي كان بطريقة احترافية ونجح مع النادي سنتين. ها. مش عايزين يجيبوه. يعني مستعد تتقلع لهم عين من عينيهم وما يجيش، لان هو لو جه هيبان ان كلهم فشله. يعني هيبان بقى ان كابتن علي ابو جريشه فاشل، وكابتن عماد سليمان فاشل، وكابتن حسني عبد ربه بحربه على حمزه الجمل كان ده خطأ. هيبان كل الكلام ده، هيتفضح. يعني ايهاب جلال الله يرحمه نجح مع الاسماعيلي، فلما مات الله يرحمه جابوا الراجل بتاعه اللي هو عمره ما مسك مدير فني ونجح معانا. لكن كابتن حمزه الجمل اللي نجح سنتين ولسه عايش على فكره، حي يرزق يعني، محدش عايز يكلمه، رغم ان الاسماعيلي بيغرق طز في الاسماعيلي، المهم ما يجيش. يعني انا وصلت لدرجه من التفكير ان انا نفسي الاسماعيلي ينزل درجه تانية، علشان الخفافيش الظلام دي اللي ماسكين الخفاش، لما بيمسك في وش واحد ما بيسيبوش. ها؟ اللي ماسكين في الاسماعيلي يمشوا عنه. يعني لو نزلنا درجه تانية الناس دي بقى هتمشي، المصالح هتمشي، يعني متهيألي بقى الناس دي تمشي المفروض بقى يعني. شوف لدرجه ايه ان انا عشان عايزين نعمل عمليه جراحيه للاسماعيلي. يعني الناس دي انا مش عارف عايزه ايه من الاسماعيلي. كفايه الاسماعيلي بينهار، كفايه مصلحه شخصيه.
كفاية حب الذات، كفاية الناس اللي وارثة الإسماعيلي دي فاكرة إن هو ورث أو تركة ليهم. لأ مش كده. وربنا يصلح الحال، وكابتن حمزة الجمل يجي برضه، ويجي حد محترم يمسك رئيس النادي غير الوشوش القديمة. غصبا عنكم هيحصل ده إن شاء الله بإذن الله في يوم من الأيام وقريب جدا. شكرا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.